والله شغلك حلو وتصميماتك جميله وزي الفل، بس انا الصراحه مش عايز غير بيع، وبصراحه التصميمات ما بتوصلنيش لكده. ازيكم عاملين ايه؟ ايه الاخبار؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هكلمكم في حاجه ناس كتير بتسالني عنها. انا ليه جرافيك ديزاينر؟ وبعدين ايه اللي خلاني اتحولت لماركتير؟ ليه انا دلوقتي مهتم بفكره الماركتنج والتسويق والكلام ده؟ وليه ده بقى تركيزي الاقوى دلوقتي؟ ببساطه انا كجرافيك ديزاينر في بداياتي مريت بتجارب كتير مع عملاء، فدايما كانت العملاء بيعجبهم شغلي، يعني من ناحيه التصميم والجوده والكواليتي وكل حاجه، تلاقي العميل مبسوط جدا ويقول لك ده شغلك حلو قوي، انا مش هتعامل غير معاك بعد كده. شويه وبيبدا يتعامل معاك كجرافيك ديزاينر، لو هو معهوش شركه ماركتنج قويه، شويه بتلاقي بعدين يقول لك معلش انا اسف انا هوقف شغل لان الظروف مش مظبوطه او الوضع مش كويس او انا ما بكسبش. وطبعا انت ما بيبقاش ليك يد في الموضوع ده، لان انت اصلا ما بتعملش حاجه غير الديزاين بتاعك، وغير كده في شركه ماركتنج او شركه تسويق هي اللي ماسكه باقي الموضوع. فلو هي فاشله انت في الطبيعي هتفشل معاها، لان العميل ولا هيتعامل معاك ولا هيتعامل معاها. هو مش عايز ديزاين ويحطه عنده في البيت، هو عايز ديزاين وينشره عشان يعرف يبيع او يعرف يحقق نتائج اكتر. فمع التعاملات الكتير بدات احس ان الموضوع ده بدا يسبب لي ازمه، ان انا عارف ان انا شغلي حلو، شغال حلو، بطلع تصميمات كويسه، الناس بتشكر فيا والعملاء بيشكروا فيا، بس العملاء بيتوقفوا عشان خاطر هم مش عارفين يبيعوا، عشان خاطر الهدف الاساسي مش موجود. وانا في الفتره دي كنت بدات بقى ايه ايقن ان التصميم مجرد وسيله، هو مش الغايه، هي دي الوسيله اللي العميل هيوصل بيها لمرحله البيع، غير السيلز. الناس اللي بتتكلم بيبقى احنا بنتكلم بس بالصور او بالديزاين اللي احنا بنعمله. ففي الفتره دي انا بدات ابحث اكتر في موضوع الماركتنج، ولقيت ان هو موضوع لطيف ولذيذ جدا. ولقيت في حاجه كمان حلوه قوي، ان هو مرتبط بينا جدا احنا كمصممين، احنا بالذات. ليه؟ لان هو اعتماده الكلي على الرسائل الاعلانيه. يعني نجاح الماركتنج دايما بيبقى في الاول وفي الاخر بيتلخص، هو بيبقى فيه بلان وفيه تفاصيل كتير انت بتعملها قبل ما توصل لمرحله الرساله الاعلانيه، بس تعتبر مرحله الرسائل الاعلانيه هي مرحله حساسه وقويه جدا عند اي حد بيشتغل ماركتنج. فحسيت ان الموضوع ده بالنسبه لنا احنا كمصممين ممكن يكون عندنا فيه نقطه قوه واحنا داخلين. يعني دايما اي ماركتير برضو بيكون محتاج ان يبقى معاه ديزاينر شاطر، زي اي ديزاينر شاطر بيكون محتاج ان يكون معاه ماركتير شاطر. فانت لو متمكن من الديزاين وبدات تفهم ماركتنج، لان انت اساسا وانت بتعمل الديزاين بتاعك بتعمل ماركتنج، يعني انت اساسا وانت بتعمل التصميم المفروض انت بتبقى بتستهدف بالتصميم ده الشريحه اللي انت عايز تسوق لها. يعني انا ببقى عارف وانا بعمل اي ديزاين انا بوجهه لانهي فئه بالظبط، سواء كانت A او B او C، على حسب الفئه ببدا اظبط الديزاين بتاعي. وده جزء مهم جدا من حته ان انت تقدر تقرا افكار العملاء او شخصيه العميل او الباير بيرسونا اللي انت هتتعامل معاه، فتقدر تحددها الاول عشان لما تعمل له تصميم يوافق عليه. يعني الحته دي مهمه لينا كديزاينر اصلا. والموضوع ده هو بالظبط اللي بيتحقق معاك في الجزء الخاص بالماركتنج او في التسويق. انا دايما ليا وجهه نظر عن التسويق مختلفه عن ناس كتير. في ناس كتير تقول لك ان احنا ممكن ناخد كورس ديجيتال ماركتنج عشان نعرف نعمل حملات اعلانيه قويه ونبقى جامدين في مجال الديجيتال ماركتنج والكلام ده. انا من خبرتي المتواضعه شايف ان يعني حته الديجيتال ماركتنج في حد ذاتها معتمده على ان انت تبقى فاهم ماركتنج اصلا صح. ولو انت برضو ديزاينر لازم تكون فاهم ماركتنج صح. يعني سواء انت هتشتغل مسوق او ديزاينر لازم برضو تكون فاهم ماركتنج. فاحنا بنفكر كده هنلاقي ان دي حاجه احنا كديزاينرز مضطرين ان احنا نكون عارفينها اساسا عشان نعرف نطلع شغل يناسب العملاء، وعشان نبقى ناجحين في مجالنا، وحتى عشان نعرف نسوق لنفسنا. طيب بالنسبه للديجيتال ماركتنج، هي تعتبر تولز او ادوات انت بتتعلمها، ودي مرحله انا بشوفها ان هي مرحله بسيطه جدا في تعلم الديجيتال ماركتنج او التسويق الالكتروني، ان انت بس تعرف التولز او الادوات. لكن انا بشوف ان الماركتير الناجح اللي هو الماركتير اللي عنده فكر اصلا، يعني هو يعتبر بيحط بلان خاصه بيه. يعني البلان دي ما بتكونش شبيهه باي بلان محطوطه حواليه، يعني هو بفكره هو بيحدد هو هيتارجت العميل بتاعه بطريقه عامله ازاي. هو ده يعتبر
الماركتنج، وده اللي بينجح الديجيتال ماركتنج. يعني ده يعتبر التسويق في حد ذاته، وده هو اللي بينجح التسويق الالكتروني او الحملات الاعلانيه او الكامبينز اللي انت هتعملها، ان انت تبقى فاهم الموضوع ماشي ازاي في الاساس. لان في ناس بتاخد التولز والادوات وبتفتكر ان هي نجاحها في الماركتنج ان هي تعرف تتارجت العميل صح، او ان هي تكون بس متمكنه من التولز بتاعه الفيسبوك ادز او التيك توك او جوجل او الكلام ده. هي مش الفكره كلها مش في التولز دي تقريبا هي النقطة اللي بتبقى الناس كلها عارفاها زي بعضها. الفكرة كلها بتبقى قايمة على فكر الشخص او على فكر الماركتير في حد ذاته، سواء كانت بقى افكاره الابداعية، سواء كانت دراسته وتحليله للسوق اللي هو يشتغل فيه او البروجكت اللي هو يشتغل عليه، سواء كانت تحليله لنتائج اعلاناته، ودي جزئية بتبقى مهمة جدا للماركتير. يعني انا بشوف ان اكتر حاجة ممكن تميز الماركتير ان هو يكون بيعرف يعمل تحليل للنتائج بتاعة الاعلانات بتاعته، لان دي نقطة بتبقى مهمة جدا وفاصلة عشان تعرف هل انت هتستمر في الاعلان ده ولا انت هتوقفه وتغير البلان بتاعتك اصلا. فده كله هتعرفه عن طريق النتائج، مش عن طريق ان انت تعرف بس تعمل اعلان. انا كل الكلام اللي بقوله لكم النهارده بس انا بحاول اوصل لكم فكرة انا ليه فكرت ان انا اخش مجال الماركتينج وانا جرافيك ديزاينر، وليه ما اكتفيتش بس بان جرافيك ديزاينر، لان انا حسيت ان دي حاجه مش زياده عن مجالي، لا دي حاجه في صميم مجالي. لان انا لو فاهم ماركتنج صح يبقى انا هكون ديزاينر برضو ناجح في مجال الديزاين. بس يعني انت برضو لو انت مش عايز تشتغل ماركتير لازم برضو تكون فاهم تسويق، اولا عشان تعرف تتعامل مع العملاء ويقبلوا تصميماتك بسرعه لان انت فاهمهم وفاهم تسويق. ثانيا ودي حاجه مهمه جدا عشان تعرف تسوق لنفسك، سواء كانت على اي منصه انت تبقى الموضوع في ايديك ان انت تعرف تسوق للشغل بتاعك ببساطه وما تحتاجش لحد يكون معاك في الموضوع ده. لان انا شايف ان الموضوع في الاول وفي الاخر في نفس تخصصك وفي نفس مجالك. وشايف برضو ان لو في اي حد في مجال الديجيتال ماركتنج وحب يخش مجال الجرافيك ديزاين فهيكون ده عامل مساعد جدا ليه وهيساعده، لان ساعات بيبقى في صعوبه انك تنقل افكارك لحد عشان ينفذها، فبيكون افضل ساعتها ان انت تنفذها لوحدك، وخصوصا للناس في البدايات وهي لسه بتبتدي تعتمد على نفسها عشان تظبط البروجكت او المشاريع الخاصه بيها. بس النقطه اللي ممكن بس تعيق اي ماركتير ان هو يخش مجال الجرافيك ديزاين ان هو مجال الجرافيك ديزاين يعني في شغف، يعني لازم تكون بتحب حته الابداع والكرياتيفيتي ده لوحدك. يعني الماركتير مش لازم يكون كده، لكن الجرافيك ديزاينر عنده سمه برضو فنيه شويه، فمش كل الناس اللي في الماركتنج تحب تخش الموضوع ده. في ناس الموضوع بيكون تقيل على قلبها قوي، وفي برضو ناس من المصممين بيكون موضوع الماركتنج والاسترس بتاعه والضغط بتاعه تقيل على قلبها قوي. بس انا بشوف ان هما مجالين مرتبطين ببعض بشكل قوي جدا، ويفضل ان انت لو عندك الفرصه والمساحه، وفي العصر اللي احنا فيه اللي كل حاجه معتمده فيه على منصات التواصل والتسويق الالكتروني والكلام ده، شايف ان انت من مصلحتك ان انت تدرس المجالين دول مع بعض، لان هم في الاول وفي الاخر انا شايفهم حاجه واحده ومرتبطين ببعض جدا. حتى لو انت متخصص في مجال وتاخد فكره عن التاني، مش شرط تتعمق في الاثنين، ممكن تبقى في مجال معين سواء جرافيك ديزاينر او ماركتير وتاخد فكره عن التاني يخليك بس تقدر تساعد نفسك او حتى تقدر تتعامل بشكل افضل مع التيم او الفريق اللي انت شغال معاه. وفي النهايه حابب اقول لكل الناس ان هي تتخصص في مجالاتها وتتقنها وتحاول تنمي مهاراتها في مجالات اخرى، علشان ده بيعزز من مكانتها وقوتها في مجالاتها الرئيسيه. يا رب تكون الدردشه دي كانت خفيفه عليكم، ولو حابين اعمل لكم حلقات اكتر عن الديجيتال ماركتنج او التسويق الالكتروني فيا ريت الناس تكتب لي تحت في الكومنتات، ولو في اي حد عنده سؤال يكتبه لي وانا ان شاء الله باذن الله ارد عليه. ولو انت وصلت لحد الاخر والمحتوى عجبك يا ريت ما تنساش تعمل لنا لايك وسبسكرايب وتفعل الجرس، لان ده بيدعمنا بشكل كبير جدا. ويا رب اكون دايما عند حسن ظنكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.